صباح الخير الغزالات ديالي، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عرفتوا علاش وريت لكم هاد الجهه؟ حيت الجهه اللي مورايا الا شفتوها تخلعوا. قلت نصبح عليكم بعدا بشي منظر زوين، ما نصبحش عليكم بالمنظر اللي عندي مورايا. كي دايرين البنات؟ نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في الفيديو ديال روتين اخر اليوم. عرفتوا ما كنتش ناويه ابدا انا نصور، ولكن مني بعض المعلومات اللي عندي انا في الراس باغا نشاركهم معاكم. البنات راه باقي ما نسيتكمش على هذوك القراعي، راهو زوجاتهم خصنا ندير لهم الفيديو. شوف الدبال فين مشى، خصني نطيره من الهي. يلا البنات اجيو نوري لكم، قبل ما نعطيكم المعلومات اجي نوري لكم الكوزينه كيف صبحات من بعد ما خليتها البارح قبل ما نمشي ننعس. خليتها كتشعل البنات، واجي تشوفوا كيف ولات. هاي البنات، شوفوا الروينه والروينات، وخليتها كتشعل. عاد مشيت نعست، غسلت القشوه ديال الليل وداكشي كامل، عاد مشيت نعست. ايوا شوفوا كيف صبحات. المهم بعد ما فطرت انا وفطر راجلي، كان عندي الكفته درت البارح بالنهار الكفته ما طيحش الطاجين، كنشط منها وداها الخدمه. المهم الروينات الاخرين كاينين تما، شوفوا كاينين. انا خرجت واحد الحوته غنديرها للغدا، واحد الطويجين ديال الحوت غنديرها للغدا. ولدي حتى هو كيقدم لكم الفيديو، اللي كنقول كيعاودوا ليا. وبالمناسبه اليوم غنوري لكم في هذا الفيديو كيف جات الثوب اللي كنت شاريها من السوق، وغادي ركبتو الكوزينه، وباقي ليا النص، باقي ليا الساشي ديال الخبز باقي ما ساليتو. غنحاول نساليه اليوم باش نوريه لكم في الفيديو. وهنايا عندي البنات الملفي، كان عندي في كونجيلاتور وكان واخد ليا بلاصه تما، حيدتو قلت ناكلو. واصلا يجيبوا في هاد الايامات يجيب الاخر. البنات الا عندكم ملفي ممكن تخليوه في الكونجيلاتور، ما يوقع له والو، حتى حاجه ما توقع له، كيبقى كيما هو، بالعكس كيجي غير رطب 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 رطب. خليكم معايا البنات، غندير تليفون في الشارجه وغنعاود لكم المعلومات اللي عندي على وليدات صغار، على التغذيه ديال الوليدات الصغار. البنات المعلومات اللي باغا نشاركهم معكم، بالحكم انني ولادي عندهم الحساسيه في المواد الغذائيه، واصلا هما الحساسيه اللي فيهم يعني من جميع المواد الغذائيه. راه كانت صراحه الله حسره معاهم. مسكينه غتغسلها الحكه. كانت يعني اش غنقول لكم، مشكله كبيره معاهم في التغذيه ديالهم. كان خصنا ديما نحرصوا ان ما ياكلوش العدد ديال المواد، المواد اللي كياكلوا يعني نقصوا فيهم بواحد المقدار قليل بزاف. وعلى ذاك الحكم عندي بعض المعلومات باغا نشاركهم معكم، حيت انا ولادي عندهم 4 ديال الاطباء على حسب المواد الغذائيه كيتابعوهم 4، حيت المشكله اللي فيهم يعني قليله بزاف قليله. الا بغيتو يعني معلومات تامه صافي هذا بالي مالو، الا بغيتو معلومات كاملين على الحساسيه اللي فيهم نعاود لكم كلشي داكشي. المهم كيف عرفوا هذيك الحساسيه اللي كيف عرفوها، وكيف تعاملنا معاهم وداك الشيء. سمحوا لي سي بيرا نوتو كيسنا عندها بورفا هاي نوتو كيسنا. المهم البنات كما قلت لكم، الا بغيتو نشارك معكم كلشي داكشي اللي على حسب الحساسيه اللي في ولادي، كتبوا لي في التعليقات، وانا ان شاء الله ندير لكم فيديو خاص على داكشي. بالي مي بيرسبيراتي باغي سؤال كتصور. البنات اللي باغا نشارك معكم هو القرقاع، من احسن المواد الغذائيه اللي نقدروا نعطيوهم لولادنا، حيت فيهم بالي عاد يجمل بالي. صراحه الله ما كنتصور مع الدراري، والله حتى كيشوفوني كنصور كيجي كيبرزطوني. كما قلت لكم البنات، القرقاع فيه واحد الزيوت مفيده بزاف للوليدات. انا وليداتي المواد الغذائيه اللي كياكلوهم ما فيهمش النشويات المهم الحوايج اللي كيغلطوا ما خصش يكونوا في داك المواد اللي كياكلوهم. يعني هما عندهم دييطا ديال الريجيم، بحال اللي كيدير الرجيم، ولكن الحمد لله واخا يعني كياكلوا داكشي ديال الريجيم الحمد لله مزيانين في الجسم ديالهم، حيت داكشي اللي كياكلوه فيه يعني فيه غير ما فيتامينات، وبحال الكاع قلت لكم فيه الزيوت
طبيعيه ومفيده، ويعني يا ربي الزيت اللي هي مفيده للجسم. هذا البنات قالتها لي الطبيبه، قالت لها تبقى تعطيهم الكركاع حيت هما ما كياكلوش داكشي اللي فيه الحلويات وما فيهش النشويات، المهم داكشي اللي كيغلط. قالت لي الكركاع احسن حاجه اللي تقدري تعطيها ليهم، حيت كيكبر الدراري الصغار وراكم عارف المنافع ديالو حتى على حسب على حسب الميموريا ديال العقل. المهم ابار هذاك الشيء فيهم الزيوت البنات مفيده 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 بزاف للدراري الصغار. واش نصحتني الطبيبات قالت لي الا بغاو ما كيبغيوش ياكلوا الكركاع هكا كما هما، اغلبيه ديال الدراري ما غاديش ياكلوا هكا. اش تقدروا ديروا البنات؟ طحنوه بدل فوقاش كتبقاي ديروا لهم الدجاج ولا فيليتيس ديال الدجاج ولا فيليتيس ديال ديال الحوت امباناداس في داك الدقيق، ماشي دقيق، في داك الخبز محمص. ما ديروش الدقيق محمص، ديروا الكركاع فيه، ديروا من بعد البيض ومن بعد البيض ديروا الكركاع بحال هكا ديروا في داك الدقيق المحمص وياكلوه الدراري. احسن حاجه البنات تقدروا تعطيوها للدراري ديالكم. وثاني حاجه هي الحوت الاسود. انا ما عندي ما تقضى ليا السردين حيت كنعطي لولادي، بقى لي هنايا غير كبايه هذيك الصراحه ما كنعطيهاش انا لولادي حيت هي مطيشه، هذيك كيهزها راجلي ولكن باش نوري لكم وصافي. السردين ما كيبغيوش ياكلوه الدراري الصغار، كيلقاو فيه ديك السردين عادي ناتورال ما كياكلوش حيت كيلقاو فيه دوك الشوكات الصغير رقاق ما كيبغيوش ياكلوه. اش الحل اللي عندي انا؟ قالت لي الطبيبه تعطي لهم ديال البواط، حتى هذا زوين البنات واخا يعني معلب وداك الشيء، حتى هذا زوين 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 بزاف للدراري الصغار ومفيد. انا كنعطيه لولادي كما قلت لكم بالحكم انهم ما كيقدروش ياكلوا بزاف ديال المواد الغذائيه، يعني كنحاول انني نعاود لهم داكشي اللي كيخسروا من جهه اخرى، حيت هما ما كياكلوا لاكتيوس، ما كياكلوا كيسو، ما كياكلوا نشويات، ما كاين البطاطا خص تكون بواحد المقدار قليل بزاف وما نهضروش كما قلت لكم على عفوا، وما نهضرش على لي بات وداكشي ما نهضرش عليه، الفواكه والخضار حيت داكشي كلشي فيه السكريات. وكنحاول انني نعوض لهم داكشي بهذوك المواد اللي كيقدروا ياكلوا. يعني البنات اللي تقدروا تعطيو السردين المعلب اللي كيعجب ولادكم حاولوا تعطيوه ليهم 2 3 حتى 4 المرات في السيمانه، ما يدير لهم والو. هذا جا من الطبيبه ديالهم اللي قالتها لي، ماشي جاي انا هادشي ماشي جايه نقولها لكم من راسي، انا هذه خبره عندي ديال تقريبا دابا 3 سنين ديال العذاب مع ولادي يعني وعندي معلومات مهمه على التغذيه، قلت علاش ما نجيش ما نشاركهمش معكم. وهادو هما المعلومات اللي كانوا عند البنات. كما قلت لكم السردين حتى هو مفيد بزاف حيت حتى هو فيه الزيوت مفيده 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 للجسم. عطيو لولادكم البنات ما تخافوش حيت هو معلب ماشي مشكل، ما في يعني ما يدير لهم والو. والكركاع البنات بدل ما ديروا الخبز المحمص للدجاج والحوت بقاو ديروا الكركاع مطحون وتعطيو لولادكم غيفيدهم بزاف 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 بزاف. كما قلت لكم انا ولادي يعني الاغذيه ديالهم ديال الريجيم ولكن راهم في الميزان عادي ديال الدراري في السن ديالهم، يعني عادي ما ناقصين والو. المهم البنات هادو هما المعلومات اللي كانوا عندي، خليكم معايا تنجمع هاد الروينه اللي شفتو اللي وريت لكم في الكوزينه راكم عارفين، وغنوري لكم ان شاء الله دوك التويبات اللي داك التوب اللي صاوبت في الكوزينه. يلا بنات خليكم معايا باش ما نطولش عليكم. الغزالات ديالي جيت نغسل هاد التاباط والفران، ما صراحه ما كنتش ناوي نصوروني، دارت لي في راس الطريق علاش ما نصورهاش معكم. غادي نغسلهم نجربوا بيكربوناطه والخل، غندير نفس الطريقه لهاد المقله ديال المغرب نفس الطريقه غندير الفران. صراحه الفران كتنجح معايا كتصق معايا، كنديرها ديما ودابا غنديرها لهادي، بغيت نشوف هادي واش تصدق معاها ولا لا. يلا البنات خليكم معايا نكب عليهم الخل ونخليوه يتكتيب شويه ونشوفوا واش تصدق ولا ما تصدقش، وندير حتى على الفران. ها خصني نقيدها دابا باش ما ننساش. الغزالات ديالي شوفوا صوبت هادي سميتو الصينيه اللي كنستعمل انا يوميا في داري بوحدي انا ورا رجلي، وصاوبت درت لها باش كيتهز
ها هو كما كتشوفوا راه ديباني طراسي. يلا البنات اجيو مع نديرو الجوله في الكوزينه. واخيرا نقيت الدنيا وجمعت الكوزينه، وخا دابا نجي نرونها مع الغدا. البنات كما كتشوفوا الرواق، كتشوفوها البنات. غندير لكم اليوم غندير لكم جوله في الكوزينه صغيره ميني كوزينه هادو. المهم غندير لكم الدويره بالكوزينه، نوري لكم داكشي اللي صاوبت. كما كتشوفوا هذا الرواق ها هو، واخا حيت جا هاد المريول هيه راه ما خلاش يهبط نيشان. وهذا كنكاخي، هاد لينكاخي اللي درتو باش فوقاش نجمعو هكا يجي ها فهمتوا هذيك اللعيبه. دابا ما نوري لكمش حيت عندي روينه عليه حشومه لا عساكم. تما عندي الخزين واحد البيت صغير بحال الخزين، كنخبع فيه دوك المواعن الكبار وهذوك الحوايج اللي كنجيب الزياده وكنخبعهم كنستفهم ليه، وتما لابادوره والحوايج ديال التصبيغ. المهم شي نهار ندير لكم شي دويره لهيه نهار اخر ماشي في هذا الفيديو. وهادو كما كتشوفوا بلاكارات، هاد الدار فوق شريتها واقيلا مولاتها كانت قصيره، يعني هبطوا البلاكارات. شوفوا البلاصه، شوفوا ليسباس ما بين الفوق والتحت، يعني كاين خلاو بلاصه كبيره ليه وهبطوهم بزاف. ناويه ان شاء الله نبدلها، نحيدها كامله ونبدلها. وهنايا الفراش سميتو الفراش. المهم كتشوفوا هذا صغير فيه كنخدم الوصفات ديالي صغير. المهم اللي كنطيب وكندير كلشي. وهنايا درت هذيك ديال العطريه، والصراحه الله ما دايرش فيها العطريه، حيت الا درت فيها العطريه وهي في البيض غتوسخ دغيا. دايره القهوه والسكر والملحه والكيمون والزيت. اش دايره اخر وهذوك صغيورين ديال العطريه درت فيهم انا دابا البنات كنور. هنايا البنات البوطاجي وتحت منه الفران. هي ديك اللعيبه اللي صاوبت، هذه صاوبتها هكا نوريها لكم نعرفت واش كتبان لكم مزيان. درت فيها بحال الجيوبات، ممكن هنايا ندير 100 تيروس راه جميناش هنايا بحال ممكن ندير هنايا 100 تيروس ولا شي حاجه عندي في اليد. الخواتم نكون كنعجن نبقى نحطهم هنايا، ولكن يجيو ولادي راكم عارفين يجيو ولادي حيدوهم. المهم هادي نتمنى تقولوا لي الراي ديالكم في التعليقات كيف جاوكم. انا راه ما كنخيط، ما كنعرفش نخيط، هادشي غير اخترعته، يعني ما عنديش تجربه مع الخياطه. وهنايا البنات لهاد الجهه نوري لكم، هنايا لهاد الجهه دايره هاد الطابلات الفوق واخا خليتها غير ديكور. وهنايا درت فيها دوك الطاجينات الصغار ديال الزيتون وداكشي. وهادو كانوا ديال البولات الباسيو ما عجبونيش حيدتهم خليتهم باقي غنصاوبهم ندير لهم شي ديكور. كنحط تما الحوايج اللي كيكونوا عندي في اليد كنخشهم تما باش ما يبقاوش مرونين. هادو شي كوادروت كانوا عندي قدام ما بغيتش نرميهم، غادي نصاوب بهم واحد غنصاوبهم نشاركهم معكم اكيد. وهنايا درت هذيك العطريه كما كتشوفوا في هذا الشباكي. المهم هكا كيجي هكا جاي. نتمنى يعجبكم الذوق ديال البنات. ما تنساوش قولوا لي الراي ديالكم ولا اي اقتراحات في التعليقات. وصوبت هذه كتصلح الفران ولا ممكن تبقاو تخبعوا فيها شي حاجه. وهاد الوانطيسات الفران جوج. راه كما قلت لكم انا راه ماشي خياطه، هادشي غير اخترعته، عندي غير الماكينه تعلمت في الانترنت كيف ندوز الماكينه ما حتى شي حاجه اخرى. نتمنى يعجبكم البنات. قولوا لي الراي ديالكم كيف جاوكم، واش نستاهل اللايك ديالكم. لايك البنات سمحوا لي. وهنايا المهم راه كنت باقا ندير شي باربيرو هكا، ولكن صراحه الله ما عنديش الوقت. والبولصه واحد سويك الخبز راه فصلته ولكن باقي ما خيطتو نسيتو حتى دابا جيت نصاوب في الكوزينه قلت هذاك اللي بقى ليا. وهذا البنات شوفوا نبعد لكم شويه تشوفوه مزيان. هذا البولصات اللي كيكونوا عندنا كنتقداو به خدينا فيهم، وعندنا شوفوا كتدخلوهم من هنايا وفوقاش تبغيو شي بولصه تجيو هنايا تخرجوها. شفتوا انا غنردها نخشيها من هنا، راه عامره اصلا عامره.
صراحه الله ممكن انني ندير شي بابيرو يعني في نفس اللون. عارفه كيجي ممكن ندير شي بابيرو في نفس اللون البنات. وهذيك بولصه ديال الخبز ضروري نكملها. ما ديوش على الكابليات، راه عندي تليفونات الهيد درتهم الفوق يتشارجاو باش ما يقيسوهمش ولادي. وهذا داز الباسيو اللي درت فيه كونجيلاتور. وهذه هي الطبله البنات، شوفوا طبله صغيره كتفتح ولكن ما كنفتحهاش حيت الكوزينه صغيره كما قلت لكم. وهذا هو المانطيل، ودرت عليه واحد الميكا باش ما يتوسخش، واحد الميكا يعني ترانسبارنتي باش ما يتوسخش. وهاد الروينه البنات ما ديوش على الروينات هذوك الكاخات درتهم كنظم فيهم تقديه ديالي بعض الاشياء ديال التقديه. وهذا ماريو كنخبع فيه الحوايج اللي كنستعمل يوميا. ما ديوش على الروينه. نتمنى تعجبكم الكوزينه ديالي، واخا صغيره حاولت انني نستغل اي قنت تما. هادو البنات نوري لكم، هادو الكراسه درت لهم الغليفات ديالهم حتى هما، شوفوا غلفتهم. هنايا عندي غير جوج الكراسات كاينين تحت الطبله. واخا وهذه هي الكوزينه ديالي صافي بالي هاك وصافي سالينا وليدي. راه ما هو ما كيجي حتى نكون كنتصور عاد هو كيجي كيطلب. واخا واحد دقيقه البنات نحلو. وهذه البنات هي الكوزينه ديالي كما كتشوفوا، صغيره بزاف. وهذا الشيء اللي فيها وبلاكارات صغار. وعلى داكشي كنحاول انني نسد واحد البالكون باش نجمع فيه يعني داكشي بعدا اللي ما كنستعملش يوميا. وهذا هو الفيديو ديال اليوم. وصلنا لنهايه ديال الفيديو، نتمنى يكون عجبكم. الا عجبكم ما تنساوش ديروا لايك، والى اول مره كتزوروا القناه ديروا اشتراك القناه. ومرحبا بكم معايا، وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. ومرحبا بكم في قناتي الى حلقه مقبله ان شاء الله. بسلام عليكم، بوسه كبيره مني لكم، وتهلاو ليا فراسكم. بسلامه.